حل المواطنين درنا الجروب لهنا دون 20 جور قلتها ان شاء الله على المدى دون 20 جور تيكيبيه اي اون ريغل البروبليم باسكو انا قادر نشارك درك بالبوته حيث ان السيد فلان مد المفاتيح بدون رخصه، حيث ان سكن الناس وجاب لهم الكهرباء بريتروسيسيون، حيث ان البوست درنا لك محضر لهنا وقاعد قال بدل وبدل، حيث ان وحيث تشوف واش تخرج لك والله البقره وبنتها تخلصها. خرجاته الميدانية إلى الشارع منذ توليه قيادة ولاية تيارت كوالي معين من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. عفويته وابتساماته للصغار واحترامه وتقديره للكبار مكنه من استحواذ قلوب كل تيارتية على اختلاف توجهاتهم. ببلدية سيد مبارك بولاية برج بوعريريج ولد علي بوقرة ذات شتاء من عام 56 900 وألف. تقلد عدة مناصب بدأت بمدير التنظيم والشؤون العامة إلى غاية 2001، ثم أمينا عاما لولاية معسكر حتى 2006، ثم واليا على ولاية البويرة ودبسة ثم ورجلة فتيارت في سبتمبر 2022. خريج المدرسة العليا للإدارة، عرف بنشاطه خارج المكاتب بشكل لافت وميله الشديد للتواصل مع المواطنين والتعامل بكل صرامة مع من يعيق حياتهم وعيشهم الكريم. بلديات وقرى ومداشر ولاية تيارت التي لا ترى حتى في الخرائط على الشبكة العنكبوتية تنقل إليها بوقرة فحاور سكانها وسمع من منتخبها وجادل مقاولها، وأعطى تعليمات صارمة لمدرائه التنفيذيين بضرورة فك الخناق عن بعضها وإطلاق المشاريع المجمدة وتوقيف بعض أصحابها، وتنبيه آخرين بالعمل بإخلاص ووطنية وتشييد طرق وبنايات وملاعب جوارية في عمق مناطق الظل. إعادة فتح بعض المطاحن المتوقفة منذ مدة زمنية طويلة كانت أيضا ضمن أولويات الوالي، خاصة أن تيهارت معروفة منذ القدم بإنتاجها لمادة القمح الحيوية. واش انا نبدلوا لاكريم انا نبدلوا لاكريم ما كاينش مشكل. انا اعطي لي لارتين سنين سبحان الله العظيم قاعد 7 سنين ويستنى 3 سنين ويستنى تجي حبه فارينه حبه قمح ما وقاعدين احنا دوك يستنى في لاكونفوريت علينا احنا. بوقرة علي خلال سنة 2022 كان من أبرز الشخصيات المؤثرة لدى الجزائريين ببصمته الظاهرة للعيان وبسمته على محياه وبقراراته الصارمة هنا. الدراهم نتاعكم جاوا للولاية مديرية السكن وباش يديروا لكم القرارات الفردية لكل واحد راهي في التحقيقات تاع الملف، وقتاش تعطي لهم لا بريمير ترونش دوك وقتاه نسلموا لهم بريمير ترونش اللي هنا في مقر البلدية مع رئيس الدائرة وقتاه اعطي لي وقتاه اجل مسمى وقتاه لا انا في جانفي انا في جوان قلت لي جوان واش فيك تخت والله فان جانفي اخر جانفي منا على 20 يوم اقصى حد يسلموكم القرارات ومبروك عليكم. وبعفويته البريئة مع الأبناء كذا استدراكي على جالك هكذا كيفاه اليوم ما قريتش وقاعد تستنى في والي الولاية. يعطيك الصحة وليدي بارك الله فيك راكم تقراو مليح. وحتى وإن أخطأ أحدهم في البداية كان له ظهرا لحظة طلب الاستناد. هذه ما جيت فري نوكات على هذا مولا ستاسيون اللي قاعد يشري ويبيع، انا هذه ما فري نوكات الدوسي مع الدوسي مع مملكة الدولة، نشوفوا الدوسي مع الفلاحة كيف الفلاحة يعارض والناس قاعدة يدير ستاسيون، إلا يعارض كيف يعارض على تيران ويوافق على ستاسيون. عرفي لحي وهذه هنا في وسط ما عندهمش ما كاش معارضه يعني لا واش ما تكونش يعني احنا لابد نحافظوا على الارض في لحي ويجي واحد اخر يستغلها ما غير نشاط في لحي لا. اذا هي حروف فقط من روايه كبيره كتبها ابن ولايه برج بوعريريج في عاصمه الرستميين عنوانها: حكمت فعملت فتواضعت فاحبك تيارتيه وحلم بك كل الجزائريين في ولاياتهم. يسلموكم القرارات ومبروك عليكم.